بعد سن ال50. بعد سن ال50 مش من حقك انك انت تعيش، مش من حقك انك انت تاكل وتشرب اللي انت عايزه، مش من حقك انك انت تلبس اللي انت نفسك فيه، مش من حقك انك انت تشتغل الشغلانة اللي مريحاك او انك انت تعمل كارير شيفت وتغير مجالك، مش من حقك انك انت تنبسط، مش من حقك انك انت تضحك، مش من حقك انك انت تتجوز، مش من حقك انك انت تعيش حالة حب زي ما بيقولوا، مش من حقك انك انت تعمل اي حاجة. الحق الوحيد اللي متاح لك بعد سن ال50 انك انت تستنى نهايتك وموتك. للأسف ده التفكير العام المجمل اللي مترسخ في المجتمعات العربية، اللي مترسخ في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. مش من حقك، هو مش من حقك. خلاص عديت ال50، اركن بقى وسيب غيرك يعيش. ما انت عشت، مع العلم ان انت ما كنتش عايش، ما كنتش واخد حريتك في انك انت تعرف تعيش. انت كنت بتجري في دوامة الشغل ودوامة الجواز والولاد والتربية وتوفير الطلبات، وانك انت تحقق ذاتك، وانك انت تعمل مش عارف ايه، وانك انت تروح فين وتيجي منين ومش عارف ايه. انما هل انت كنت عايش فعلا لنفسك؟ هل انت كنت فعلا عايش بأريحية وراحة وتعمل اللي نفسك فيه؟ لا. لما تيجي بقى بعد سن ال50 تشوف حياتك وتشوف انت عايز تعمل ايه، اللي حواليك مش بيسمحوا لك بده، وينتقدوك ويتنمروا عليك ويضايقوك ويقولوا لك لا، ازاي ومش ازاي ومش من حقك وحقك وحاجات تانية حقك. بس الحاجات التانية اللي هي ايه؟ انك انت تفكر في اخرتك وموتك وتعمل لاخرتك، مع العلم انك انت من بداية حياتك لازم تعمل لاخرتك، ولازم برضو تبقى حاطط في اعتبارك انك انت ممكن تموت في اي لحظة، وحاطط في اعتبارك انك انت ما ينفعش تعمل بس الناحية العملية من غير الناحية الروحية، من غير تقربك من رب العباد ايا كان ديانتك، من غير انك انت تراعي ربنا في تصرفاتك. فكأن ده بس مرتبط بانك انت تكبر في السن، انما اي حاجة تانية لا، مش من حقك. بمعنى اصح زي ما بيقولوا كده، اتركن كده جنب الحيط ولا شوف لك تربة ارقد فيها. ليه انا بقول الكلام ده؟ طبعا الكلام ده مش صحيح، بس انا بقول الكلام ده لان انا لاحظت اليوم اللي فاتوا كده في حد من الفنانين بقى في الوسط الفني، حد كبير في السن اتجوز حد صغير كده شوية، فكمية التنمر وكمية الانتقادات وكمية الوحاشة بانت على أصلها. طبعا الواحد لما بيعمل فيديوهات ولا بيتكلم في أي موضوع بتلاقي جانب كده بيتخذ موقف التنمر وموقف السلبية وموقف النقد بدون أي داعي، لمجرد السن أو لمجرد إن أنا واحدة ست، أو لمجرد إن أنا مش لابسة إشارب على راسي، أو لمجرد إن أنا أي حاجة. عارفة ان كل مجتمع فيه الجانب ده وفيه الجانب ده، بس بزيادة لما سنك بيكبر الانتقادات بتزيد ليك. كأن الناس في المجتمع ما بتكبرش، بتوصل عند سن معين كده وستوب، خلاص هو ده. انا بعمل فيديوهات بعد سن ال50 عشان دي مرحلة عمرية انا دخلتها وعيشتها وبعيشها، وبتمر عليا فيها حاجات جديدة أول مرة مرت عليا خلال حياتي كلها. حصل لي كده زي ما بيقولوا شقلبة في طريقة التفكير، شقلبة في الحياة كلها، في التعاملات مع الناس. غيرت شغل وسبت شغل وبدور على شغل، بس فرص ان الواحد يدور على شغل في السن ده ما هياش احسن حاجة، وده نتيجة المجتمع اللي حواليك، نتيجة ان الفكر
اللي موجود ان الواحد يكبر، لا بيبقى اكسبيرينس زياده، لا بيبقى السالري اوفر البادجت اللي احنا بنبقى حاطينها، مع ان ممكن حد بيبقى اصغر وبياخد اوفر السالري اللي انت كنت بتاخده، بس هو كده يعني، هو ده التفكير العام. تيجي يقولك لا لو انت مش متجوز ما تفكرش ان انت تتجوز، عيب، ما يصحش، سنك راعي، مش عارف ايه، تيجي تاكل حاجة معينة، لا لا لا، ايه الكلام الفاضي اللي انت بتاكله ده، وانت سبت ايه للعيال الصغيرة؟ تيجي تلبس حاجة او تعمل حاجة كده نفسك تعملها، لا 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 لا، ايه شغل العيال ده، ايه اللي مش عارف ايه بتعمله ده، ايه ده، مش برستيجة، مش يا جماعة سيبوا الناس تعيش بالطريقة اللي هي عايزاها وشايفاها نفسها فيها. ما تحطوش قيود على الناس، عشان انت لما هتحط قيود، القيود دي هتجيلك في يوم من الايام وتتحط لك برضو. يعني اصل هي زي ما بيقولوا ايه، جمعية وبتلف، او دائن تدان، او كاس وداير على الكل، هو كاس وداير على الكل. لو ربنا بيدي للواحد عمر فربنا بيديله العمر، وبتعيش المرحلة اللي الناس بتبقى عايشاها في المرحلة دي. أنا بعمل فيديوهات بعد سنة 50 علشان احنا من حقنا نعيش، علشان دي مرحلة عمرية مش كتير بيتكلموا عليها. بيتكلموا على الأدوية، بيتكلموا على المرض، بيتكلموا عن العلاج، بيتكلموا عن ازاي تعيش آخر عمرك، إنما مش بيتكلموا ازاي تحب الحياة وتعيشها، ازاي تدور على حاجة تعملها تريحك وتبسطك وتسعدك، ازاي تدور على نفسك، ازاي تكتشف مواهبك ونفسك من اول وجديد. محدش بيتكلم في المواضيع دي، لان خلاص بيبقوا شايفين ان خلاص اتس اوفر، حياتك كده شكرا، اركن جنب الحيطة. لا، طول ما ربنا مدي للواحد نفس داخل وخارج، ومديله الفكر ومديله العقل اللي بيعرف لسه يفكر بيه، من حقه انه يعيش حياته. السعي حتى آخر نفس، والحياة حتى آخر نفس، ونعمل لآخرتنا زي ما بنعمل لدنياتنا. وصباحكم جميل يا الناس الجميلة يلي بعد 50، وشكرا.